الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يلا يا حبيبي نكمل. بعد ما انتهينا من قصة سيدنا نوح، يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل في ناس فضلت التوحيد ولا دخلت في الشرك مرة تانية؟ تعالوا نشوف. بعد قصة سيدنا نوح بدأت الشياطين يوسوسوا للناس الموحدة بالله، وبدأ الشرك واحدة واحدة يكبر، حتى جاءوا ناس وسكنوا في الأحقاف. الأحقاف دي فين؟ بلد بين اليمن وعمان. سكنهم قوم اسمهم قوم عاد، بدأوا في عبادة الأصنام، وربنا أرسل ليهم منهم نبي اسمه ايه؟ هود. هود ده من ذرية سيدنا نوح. قال لهم: يا قوم إني لكم ناصح أمين. وبدأ إن هو يفكرهم بهلاك قوم سيدنا ايه؟ نوح واللي حصل لهم. قال لهم: اعبدوا الله، هو الذي جعل لكم أجسام قوية وضخمة وأنعم عليكم بالنعم الكتير. ولكن ردوا على النبي عليه السلام قالوا: يا يهود، تريد ملكا؟ تريد مالا؟ نعطيك. فرد عليهم وقال لهم: إني لا أسألكم أجر ولكني نذير ايه؟ مبين. وردوا عليه قالوا له: إنك سفيه. فرد عليهم سيدنا هود: إني لست سفيه ولست بمجنون ولكني نذير مبين فاتقوا الله. شوفوا رد النبي عليه السلام رد ازاي، وشوفوا الأدب والاحترام والأخلاق بتاع الأنبياء. هنا استكبروا وبغير حق، وذلك بسبب قوتهم وبسبب النعيم اللي هما كانوا عايشين فيه، ونسوا ان القوة دي والنعيم ده كله من ربنا اللي خلقهم، وأشد منهم قوة. يعني ربنا أشد من دولة قوة وعنده نعيم طبعا، لأن ربنا خالق كل شيء، ولكن من كثرة الأموال أعمت قلوبهم وعمت بصيرتهم. كانوا بيبنوا بيوت كتير وقصور ومصانع من غير ما يحتاجوها. يعني ممكن يبنوا قصر ولا بيوت ولا مصانع ويسيبوها كده فاضية. وكان عندهم خير كتير. في عز الخير ده مكانوش بيدوا للفقراء ولا البلاد الفقيرة اللي حواليهم. قالوا: يا يهود، احنا مش هنترك آلهتنا والإله بتاعك مش هيعمل لنا حاجة. طب هاتنا بالعذاب، وخلي بالك آلهتنا ديت ممكن تصيبك بالجنون. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ ان كل الأنبياء دايما يتهموهم بالجنون. قال: يا قوم إني بريء منكم ومما تشركون. اجمعوا بقى أموال